بعمل ايه، كنت ولعت على الرز، ولعت على شويه رز بشعريه وقطعت بطاطس جهزتها عشان احمرها. وبكده يا جماعه دي اخر كميه معايا من الكبده، قطعتين صغيرين قوي. فزي ما انتم شايفين كده برضو قلبتهم كويس قوي في البقسماط، واخر شويه بقسماط رشيتهم كده عندي على الكبده برضو وحطيتها عندي في الفريزر. هنحطها في الفريزر قيمه ايه، نص ساعه ساعه حسب ما تحبوا. وبعد كده بقى ايه، نضفت المكان حواليا زي ما انتم شايفين كده عشان بيبقى فيه فتافيت بقى بقسماط يا جماعه وكده. واهم حاجه نظافه المكان، اتعلمي ان وانتي بتطبخي في المطبخ تنضفي حواليكي، ما تكركبيش الدنيا كده، تبقي ست بيت شاطره ونظيفه وعارفه هي بتعمل ايه. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين معايا كده انا كده خلصت، شلت بقى البقسماط عندي وشلت الكبدة. وبعد شوية بدأت ان انا اولع الزيت عندي علشان احمر الكبدة، وطلعت الكبدة من الفريزر. وتعالوا شوفوا شكلها عامل ازاي. بصوا يا جماعة القطعة عندي ماسكة نفسها وجامدة ومتلجة زي ما انتم شايفين معايا كده. بدأت ان انا اسخن الزيت على النار وابدأ انزل بالكبدة بتاعتي. شايفين الطشة دي يا جماعة؟ طبعا زهرة كويس جدا زي ما انتم شايفين. وبرضو ما مليتش الحلة بتاعتي كده علشان برضو اعرف اقلب الكبدة بتاعتي وتاخد راحتها. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا عندي النار عالية، هبدأ اهدي النار بتاعتي وبعد كده اقلبها يمين وشمال لغاية ما تستوي تماما. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين معايا كده انا سايباها بقى على نار هادية لغاية ما تستوي. والكبدة اصلا ما بتاخدش وقت، يعني الكبدة يدوب دقيقتين 3 وتقلبيها الناحية التانية وتبقى معاكي تمام وزي الفل. تعالوا بقى هنا عايزة اوريكم علبة تمر كده يا جماعة كانت جايالي، وطبعا انا وريتها لكم في الفيديو اللي فات لان انا بنزل الفيديوهات ملخبطة، معلش يا جماعة زوروني، مبقاش عارفة ايه اتصور قبل ايه. يعني بصوا بجمع كده الفيديو وبينزل لكم كده يعني ايه، يلا عدوها. طبعا التمر ده يا جماعة جاي لنا بجد حلو قوي 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 بجد، فاخر طعمه حلو جدا. وانا عملت منه الكحك زي ما شفتوا معايا في الفيديو اللي فات. زي ما انتم شايفين كده انا حطاه عندي بقى عشان ايه، البنات ياكلوا منه، احط لهم منه في اللانش بوكس، نعمل منه حاجات حلوة مع بعض. فزي ما انتم شايفين حلو قوي قوي، ولازم التمر ده يكون موجود في كل بيت. طبعا الكبدة زي ما انتم شايفين قلبتها بقى على الناحية التانية زي ما انتم شايفين معايا بقت تمام وزي الفل. طبعا يا جماعة بعد كده انا كنت اصلا محمرة البطاطس الناحية التانية في حلة تانية في زيت غزير. يعني بصوا لازم البطاطس تتحمر في زيت غزير، الكبدة بقى يكون فيها زيت كمية بس ما يبقاش كتير قوي، يعني يدوب على قد ايه الكبدة اللي انت هتنزليها فيها بالشكل ده كده. شايفين الكبدة يا جماعة متجمدة ازاي؟ طبعا حطيت بقى دور تاني من